طيب أول شيء السلام عليكم، أتمنى أنكم كلكم بخير وكلكم بصحة جيدة. أنا اليوم راح أحكي شنو صاير في التيك، لأنه كل الناس قاعدة تسأل شنو صاير لك يا خولة، شنو صاير لك يا خولة. رب البيت واللي يشهد علي إلى يوم الدين أن كل حرف نطقته الحين راح يكون صح. يا جماعة أنا فتحت بث كالعادة قبل أسبوع، تمام. جات عندي بنت قالت لي خولة ترى القيادة حكى علي وحكى علي وحكى علي. جيت قلت لها ترى القيادة رجل محترم وما يحكيش عليكي، خليني أجيبه يمكن سوء تفاهم بينكم. جبت القيادة على أساس أصلح بينهم، وهذه نيتي كانت وربي يشهد علي. جبتهم سوا عشان أصلحهم، لقيت القيادة قاعد يسب في شخص ثاني. قلت له يا أخي حنا نبغى نسولف مع بعضنا، فلا تسولف على أحد، سولف معي. فقاعد يصوخ. قلت له ترى لا تصوخ علي لأني أنا مو شغالة عند أبوك، تمام. هنا يوم قلت أنا الكلمة هذه ما خلى كلمة وسخة ما قالها لي، ما خلى كلمة لا في عرضي ولا في جمهوري ولا في داعميني ولا أني شر ولا أني وسخة ولا أني يعني ما خلى كلمة وقالها. ولكن أنا بعد رديت عليه. ليش؟ لأن العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. سبني سبيته، إني أنا إنسانة ما راح يسبني وراح أقعد أشوف فيه. تمام. المهم قفلت منه، نزلت الجولة وقفلت. يوم أنا قفلت منه الجمهور يكتب حنا في اليمن ما نسب بنت وما ندخل في عرض البنات. فأقسم لكم بالله أن مسكوني دموع. ليش؟ أول شيء لأني أنا مو متعودة على السب ولا متعودة على الشتم، ولي 3 سنين في البرنامج، 3 سنين في البرنامج، ولا قد سبيت أحد ولا قد شتمت أحد. تخيلوا أني أنا ينزلوا عندي سكورات ولا قد حكمت أحد، وإذا حكمت أحد بباب الطقطقة نضحك، أنزل من البث وأروح وأدعمه عشان ما ياخذ في خاطره علي. تمام. الأمور لحد هنا وتمام، لحد هنا وبخير. طلع حسام ولقاني أبكي، قال لي إيش فيكي؟ قلت له ترى كذا وكذا وكذا والجمهور يكتب له. قال لي انزلي أنا أطلع القيادة. رغم أن حسام والقيادة يا جماعة بين قوسين بينهم مشكل كبير من زمان، تمام. وراحوا يتقابلون في مصر عشان يفكوا المشكل، يا يفكوه بالقتال يا يفكوه بالحرب، المهم كانوا راح يفكوه في مصر. حسام راح من اليمن لمصر عشان يقابل القيادة ما جاء. فهمتوا كيف؟ فضح حسام عند القيادة قال له ايش في؟ إذا خولة غلطانة عليك تعتذر من خشم الاعتذار، وإذا أنت غلطت عليها تعتذر. قال له أنت فسب فيه وسب فهله يعني سب ما خلى كلمة. وترى كل شيء قاعدة أسولف لكم فيه، كل شيء فيديو، كل شيء مسجل، وكل شيء بالبروف، كل شيء بالدليل، يعني كل شيء عندنا مسجل بالكلام الحرف الواحد اللي بقوله. حتى السكرينات حق البنت اللي كتبت لي في السناب عندي بالسكرينات، وعندي كل شيء موجود.